بس انا يعني مش عارف، انا مستغرب ليه الناس كتير جدا بتقول لك الزمالك هيضيع بدون مرتضى منصور. ما هو اساسا احنا ضايعين، احنا لسه هنضيع. هو في ضياع اكتر من كده يعني؟ حاليا دلوقتي اهو، انت دلوقتي انت كده اسميا خسرت كل البطولات. ومش في الزمان، ومش في الكوره بس، ده انت في الكوره والسله واليد والفولي. ايه ناقص؟ ايه تاني يعني؟ انا مش فاهم الناس مستنيه ايه تاني. فخلاص ولما انت تقول بقى لا انا مش عاوز ده وعاوز ده، يبقى انت بقى كده ايه، بتكره نادي الزمالك، او انت ضد الراجل ده. انا اصلا ما اعرفوش. هو حد رئيس نادي بتاعي تمام، جه ما توفقش، خلاص انا مش حابب ان انا يعني الراجل ده يمسك نادي الزمالك تاني. وعمري بصراحه ما كنت حابب ان هو اسلوبه ما بيعجبنيش، يفضل يشتم في الناس كلها، واي حد ضده يبقى منافق وكذاب وبيتاخد مش عارف ايه في الخرابه وبيشرب خمره والهبل اللي احنا ايه بنسمعه دايما ده، وقفنا منه. وده ما يجي يطلع يقول لك النادي فيه فلوس فيه فلوس فيه فلوس. فخلاص يا جماعه اشبعنا بقى من الكلام ده. فبرضه الاهم بس ايا كان اللي يجي، انا اي حد يجي انا مش مع اي يعني انا مش عايز حد معين قوي، بس انا اتمنى يعني اتمنى ان اللي يجي واحد مثلا زي كمال درويش، كان ليه تجربه ناجحه، او واحد زي كابتن حسين لبيب. لو ما جوش خلاص مش مشكله يا جماعه، اي حد يجي، بس اللي يجي لازم يبقى يعني لازم يبقى عارف ان هو هيخش على مشاكل جامده كتير جدا. اولها طبعا التجديد. انت طبعا هيجي لك بقى ايه كل شويه كده فاتوره، يقول لك نادي الزمالك مديون لكذا ونادي الزمالك عليه كذا. اللي هو بقى الحاجات اللي احنا اتعودنا عليها دي، هتطلع لك كده خوازيق كده من حيث لا تعلم، ان الزمالك مديون لأمة لا اله الا الله. طب ليه الناس دي ايه قبل كده ما كانتش تتكلم؟ عشان كانوا بيخافوا من مرتضى منصور. طبعا دلوقتي خلاص اي حد عنده يعني عاوز فلوس من نادي الزمالك هياخدها. مع ان الناس اللي هي كانت يعني بتحب مرتضى منصور، هيقعدوا يهاجموا الناس دي عشان يفشلوهم، عشان ايه يعني يبينوا للناس ان الزمالك ما ينفعش ينجح غير بمرتضى منصور، اللي هو اساسا معلش ما كانش ناجح. خلينا واقعيين يعني. فيمكن بس إن مرتضى منصور بس الحاجه الوحيده اللي هو كان ناجح فيها ان هو كان فعلا بيشتم الناس كلها، سواء بقى رئيس النادي الاهلي، ان جمهور النادي الاهلي. وخلاص هو ده، هو ما حدش كان بيعرف ياخد معاه حق ولا باطل. بس خلاص مؤخرا كابتن محمود الخطيب خلاص ربنا وفقه واخد حكم عليه وخلاص، هو دلوقتي ايه مش من النادي. فاتمنى بقى النادي يفوق. ودي بصراحه انا بشكر هنا يعني، انا بصراحه يعني بس اتمنى الموضوع يمشي يعني اتمنى ان هو ما يجيش تاني يعني. فهو لو مرتضى منصور ما جاش تاني، فانا من هنا يعني ايه اللي هو ايه ببعت تحياتي للكابتن محمود الخطيب، بقول له انت فعلا انقذتنا يعني. لا من حد بصراحه كان مضيع النادي خالص يعني بمشاكله بطريقه تعامله للنادي. فخلاص ربنا يعني يوفقه في اللي هو فيه، ربنا ايه يعني يعديه على خير كده من محنته. وخلاص بقى احنا نشوف حد جديد يظبط نادي الزمالك. فمش عايز حد يزعل مني من الزملكاويه، ما حدش يجي يقول لك انت ضده ومش ضده او شمتان. انا ولا شمتان ولا شمت في حد يعني. اول حاجه اصلا في اللي هو الموت والمرض والسجن والحاجات والاوقات الصعبه دي ما ينفعش واحد يشمت فيها. انك انت لا قدر الله لا قدر الله شمت في اي حد، ربنا ايه على طول ايه بيبقى يعني تعرفين بقى اللي هو ايه بيبقى الانتقام رباني يعني. احنا مش بنشمت في حد، بس انا بقول رايي الشخصي، وانا برضه بقول رايي الشخصي مش راي حد تاني يعني. وانا ما اعرفش اي حد من ثلاثه او اي حد عامه هيمسك نادي الزمالك، بس انا دايما بقول هنا رايي. وبقول بتمنى اللي يمسك نادي الزمالك يبقى حد بقى كده ايه كويس، حد كده ايه يعني ما يدخلناش في مشاكل، وحد يبقى جاي عايف، هو مش جاي يطلع في التلفزيون ويتكلم، لا ده جاي يحل مشاكل نادي الزمالك. كله مشاكل لازم بقى يقعد سنه سنتين كده يحل مشاكل، عشان بعد كده ايه يقوموا على رجله كده، ونرجع بقى فعلا يبقى في منافسه حقيقيه ما بين الاهلي والزمالك. مش احنا ننافس سنه ونقعد 3 سنين، وننافس سنه ونقعد 3 سنين، والقرف اللي احنا عايشين فيه ده. خلاص زهقنا والله العظيم زهقنا وخلاص. الموضوع بقى صعب خلاص يعني. انا اهو انا اصلا بصوا في تلاتينات وشعري ابيض وحاجه بقت صعبه يعني والله العظيم من الضغط النفسي الزمالك عامله علينا. فاتمنى ان شاء الله ان شاء الله اللي جاي ده يقف بقى مع نادي الزمالك بجد. واول حاجه طبعا يعملها يمشي فيرا ده طبعا خلاص. شكرا جدا فيها يعني، ماشي كتر خيرك برضه قعدت معانا سنه. كسبتنا دوري كاس، انت عملت تذلنا بيهم. يعني النهارده مثلا جاي يقول لك في اللقاء انا بطل الاهلي، انا بطل الدوري في بطل مصر في الدوري والكاس. انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت يا ابني انت بتتكلم في بطوله افريقيا مع ناس تقول لهم انا بطل الدوري. ما احنا يا عم انت بطل دوري، انت مع نفسك. طب ما انا مش فاهم، انت بطل الدوري هنعمل لك ايه يعني؟ ما تلعب بقى في الملعب وهنا بقى بطل الدوري ده بيعمل ايه؟ فالعب بس يعني لعب 6 ماتشات يتغلبهم. انا عمري في حياتي ما شفت مدرب بيلعب 6 ماتشات في بطوله افريقيا، 3 السنه دي و3 السنه اللي فاتت، ما يكسبش ولا ماتش وما يجيبش جون واحد بس يعني 6 ماتشات بدون ولا جون، مش مكسب جون. انتوا متخيلين؟ منهم 3 ماتشات على ارضك. فلا انت مدير فني ضايع. ما خلاص ربنا كان موفقك شويه، وبعد كده خلاص انت فعلا اتحفظت وما عندكش خطط، ما عندكش جديد. خلاص بقى ربنا يسهل لك. اتمنى ان المجلس ده اللي جاي اللي يرجع يديله فلوسه وخلاص احنا كده بح خلاص اتمنى يعني.